يقول هذا السائل: في بلدنا إمام مسجد يقول للناس أن الذبح للأولياء جائز، وكذلك يرى جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكثر الخلاف حول الصلاة خلفه، فما حكم ذلك؟ هذا الرجل ينصح ويعلم ويبين له بالدليل والأدب أن الذي يقوله يخالف شرع الله، بل إن الذبح للأولياء ولغيرهم شرك أكبر والعياذ بالله، يخرج من الملة، وأن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. أما التوسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع، يعلم هذا ويقرر له، فإن أبى فإنه مبتدع، فإن وجد غيره ممن سلم اعتقاده فإنه لا يصلى خلفه، وإنما يصلى خلف سليم الاعتقاد. أما إذا لم يوجد غيره ولم يحكم عالم بصير على هذا الإمام بعينه بأنه مشرك شركا أكبر بما يقول، فإنه يصلى خلفه. أما إذا نظر في أمره عالم بصير ووجد أن الشروط مجتمعة والموانع مندفعة فحكم عليه بعينه بأنه كافر خارج من الملة، فإنه لا يصلى خلفه ولو صلى الإنسان في بيته. نعم. ولا ينبغي لطلاب العلم أن يعجلوا في مثل هذه المسائل، فإن كثيرا من المسلمين قد ابتلوا بالانحراف في هذه الأبواب، فلا ينبغي العجلة ومنع الناس من الصلاة خلف مثل هذا الإمام إلا إذا وجد غيره من أهل السنة وأمكن أن يصلى خلفه، أو حكم عليه بعينه من بصير لا من أهوج متعجل بأنه يكون كافرا بعينه، فهناك لا يصلى خلفه وينصح الناس بعدم الصلاة خلفه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: شخص أخذ قرضا من البنك عن طريق المعاملة المعروفة بمرابحة الآمر بالشراء. ولعلي أنصح طلاب العلم بمناسبة هذا السؤال بالحرص على نصح الناس وتعليمهم التوحيد. ومثل هذا الإمام ينبغي أن يحرص الإخوة حرصا شديدا على تعليمه ونصحه وموعظته، لأنه يصلي بالناس. وأما أن نتفرج على الناس ونحكي عنهم ونقول فلان يقول ويقول ونحن لم ننصح ولم نفعل الواجب علينا من البيان له، فهذا لا يجوز، بل الواجب أن نعلمه. ولا ندري، لعل الله أن يجعل في كلامنا بركة فيستجيب هذا المنصوح فنحسن له ونحسن للناس. نعم.